والجيران بقى شموا الريحة، بقوا يقولوا لها، تقول لهم ده فسيخ من أمي جايباه. تاني يوم قالت لهم لحمة بايظة كده. في الآخر راحت تالت يوم بيخبطوا ما لقوهاش، راحوا طالبين بقى البوليس عشان الريحة. جه البوليس راح ضرب الشقة كسرها، لقاها جوه مقتول. الجثمان حتى قالوا لي الجيران راسها جوه التلاجة ونص موجود فوق، على ما أعتقد كده حد قال لي في البلكونة، والنص التاني مش موجود. وقالوا لي إن الموبايل مرمي في العماية. من البلكونة لقيت المطافي واقفة والنيابة وكده، فقلت لهم ما في ايه؟ ما قالوا لي ما فيش حاجه. بتاع المطافي اللي قال لي بقى دي واحده مقسومه 2، مين ديت؟ قالوا لي المدام اللي فوق في الشقه 43. احنا متابعينا بعد ضبط المتهمه امس بمنطقه الشيخ زايد باكتوبر بعد تتبع موبايلها وتم تحديد المكان المختفيه فيه في خلال ساعات وترحيلها مره تانية الى نيابه المنتزه، متهمه بتقطيع جثه والدتها بالاسكندريه تعترف بتفاصيل الجريمه امام النيابه. 8 ساعات كامله من المواجهه والاستجواب داخل صلاي نيابه اول المنتزه بالاسكندريه، وكانت كفيله بكشف خيوط واحده من ابشع الجرائم اللي شهدتها منطقه الاسكندريه مؤخرا. فبعد اسئله متلاحقه للمتهمه بقتل والدتها ومواجهتها بما اسفرت عنه المعاينه والادله، اقرت بارتكابها جريمه قتل والدتها وتقطيع جثمانها، مؤكده ان خلافات اسريه متراكمه استمرت سنوات وانتهت بانفصالها عن زوجها كانت الشراره التي دفعتها الى ارتكاب الجريمه. وتواصل النيابه العامه التحقيقات، وقررت نيابه اول المنتزه بالاسكندريه حبس سالي الجباس المتهمه بقتل والدتها 4 ايام احتياطيا على ذمه التحقيقات برئاسه المستشار احمد طارق جاد. وانتهت نيابه اول المنتزه من التحقيقات بشان واقعه مقتل وتقطيع جثمان الام الى 3 اشلاء من قبل نجلتها. تعود الواقعه الى معاينه محل الواقعه بمعرفه فريق من النيابه العامه بمعرفه وكلاء النائب العام كل من احمد راشد ابو زيد ومصطفى عدلي، وتولي وكيل النائب العام احمد راشد ابو زيد استجواب المتهمه. واقرت المتهمه عقب استجواب استغرق 8 ساعات متواصله بارتكابها الواقعه اثر خلافات ترجع الى سنوات عديده ادت الى انفصالها عن زوجها وترك بناتها له. كما اقرت المتهمه امام نيابه اول المنتزه بارتكابها الواقعه بعد المعاينه لمكان امرت نيابه اول المنتزه باستعجال تقرير الصفه التشريحيه والادله الجنائيه وجري استكمال التحقيقات وسط مطالبات بعض المحامين بعدم النشر في القضيه في بلدة حاكم فيها رؤساء ووزراء ومحافظين وقضاة وكل دول، وكانت محاكماتهم علنية في مطالبات غريبة الحقيقة بخصوص القضية من بعض أصدقاء المتهمة بعدم النشر. وبكده نكون وصلنا معاكم لآخر الفيديو. شكرا جدا ليكم على المتابعة، أسيبكم على خير، سلام عليكم.